السلام عليكم يا جماعة. بالنسبة للناس اللي كانت بتسأل إيه هي منصة ريفل. منصة ريفل هي منصة لصناعة وتجارة ال NFT. ال NFT أو Non Fungible Tokens هي الرموز الغير قابلة للاستبدال، ودي ليها شرح كتير على النت وعلى اليوتيوب تحديدا. هي أعمال فنية ديجيتال آرت بتعامل معاملة الكريبتو كرنسي، العملات المشفرة. تقدر تبيعها، تقدر تشتريها، تقدر تعمل عليها مزاد. وهي يعني غير قابلة يعني للاستبدال، بمعنى إنها يعني مش زي أي صورة عندك على الموبايل انت تمتلكها. هي عندك بالفعل، ولكن انت ما تمتلكهاش، لان الصورة ديت لها كرييتور او صانع اللي بيثبت ان الصورة ديت ملك شخص معين. هي انها بتبقى مرتبطة بالاكونت بتاعه على منصة معتمدة. المنصة دي ليها بلوك تشين او عليها بلوك تشين اللي هي نفس التقنية أو نفس التكنولوجيا اللي قايمة عليها تجارة العملات المشفرة. وبالتالي زي ما حد ما يقدر، يعني محدش يقدر يدعي إن هو عنده بيتكوين، برضو محدش يقدر يدعي امتلاكه لصورة معينة. ممكن البيتكوين يبقى عندك صورة من الرمز بتاع أو الشفرة بتاعت حبة البيتكوين، ولكن انت لا تمتلكها، لان هي مرتبطة بحساب صاحبها على البلوك تشين. نفس القصة برضو في النون فانجبل توكنز. فبسرعة كده هنخش على التسجيل. التسجيل هيبدأ معاك من الأول. تمام. هوقف واجيب الصورة اللي بعدها. دلوقتي كده بتخش بتسجل بالجيميل. طبعا بيقولك هنا ان في ريفرال ولا لأ. فانت لو عايز تحط الريفرال بتاعي، هو الريفرال بتاعي دكتور تامر. هو اول ما هيلاقيني هيعمل لك علامة الصح، واسمك طبعا تكتب هنا. هتقول له continue. هيقول لك allow notification، هتقول له ماشي allow. هيقول لك ان الدكتور تامر ارسل لك هدية عبارة عن 1.43 أو 70. هتقول له claim، بمعنى احصل عليها او خدها يعني. هتيجي تخش هنا، دي هتلاقي دي الكروت بتاعتي. طبعا الكروت متقسمة مجموعات تلاتات، كل تلاتة عبارة عن واحد يونيك، أي إنه واحد ملوش مثيل، واحد رير أو نادر، واحد كومن أو عادي، أو يعني متاح يعني، أو في منه يعني. الكروت دي وانت بتعملها، اليونيك بيتعمل منه نسخة واحدة، الرير بيتعمل منه 5 نسخ، الكومن بيتعمل منه 10 نسخ. لما تيجي بقى تخش على ده الصفحة الرئيسية اللي هي فيها الفيد، دي كلها ناس فنانين عندهم عاملين كروت زي حالاتي كده. جاب لك دكتور تامر في وسط المجموعة دي. طبعا قدامك حلول زي كويك باي، او انك تعمل تريدة. زي ايه كويك باي؟ ان انت تعمل كويك باي شراء سريع، فتشتري شراء سريع. تمام، هو اشتري اهو. خدت انت اول كارت من عندي. طبعا كل ما بتجمع مجموعة من 3 كروت تقدر تقفل عليهم في مجموعة، والمجموعة ديت
بتتحسب لك فوق، اتخصم من الرصيد بتاعك هنا اهو. الكارت قيمته زادت بعد ما كان 11 بقى 13 لأن حصلت عليه عملية بيع. هناخد الكارت من نفسه مرة تانية. تمام. هنخش على كارت تاني ونشتريه، برضو يكون كومن من نفس المجموعة. ناخد مثلا كومن، ده كومن اهو. كده انت جبت 3 كروت من واحد، وبالتالي تقدر تقفل عندي مجموعة. كده لو خرجنا نشوف الاتشيفمنت اهو، انت كده معاك مجموعة وبقية البالانس بتاعك فوق 40. تقدر من هنا تجمع مجموعة، تقدر تختار 3 كروت لك. من هنا بتختار كروت من عندك، بتفتح وتعمل 3 كروت من الفوتو جاليري، تعمل له allow وتخش تفتح. بس انا هأجل الموضوع شوية لان انا ما عنديش لسه كروت صالحة. تمام. هبتدي اعمل 3 كروت للاكونت الجديد، وان شاء الله نكمل الفيديو اللي جاي. السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة معادنا مع الدرس الثاني من سلسلة الربح من منصة ريفل دوت اكس واي زي. النهاردة كان المفروض ان احنا هنتعلم ازاي بنعمل الكروت بتاعة ال NFT. ده كده مثال انواع النوتيفيكيشن اللي بيجيلك من البرنامج. ده اوفر بيجيلك اهوت. في حد عارض ان هو ياخد كارت، الكارت اسمه فيديو ارت. وطبعا صاحبه هنا الاسم مكتوب اهو، اسمه رايان سيلر. بعد كده في حاجه دي اسمها الديلي شيك، ودي كويس ان انتوا معايا عشان خاطر تشوفوها. هوريها لكم دلوقتي. الديلي شيك ده بيبقى عباره عن يوم كده او ساعه في اليوم بيجي لك يقول لك هز احجار النرد. بيبقى عباره عن 4 احجار، بيديلك بعدها ريفز هديه، بس بشرط ان انت تشتري بيهم كارت من 4 كروت هو بيديهم لك، او من 3 كروت. وبتعمل عليه اوفر، يعني الفلوس هدية. وده طبعا مصلحة لصاحب الكارت ان هو بيعلي قيمة الكارت بتاع ايه، بتاع صاحبه. نيو اوفر من فلان الفلاني، ده عرض لكارت من الكروت عشان خاطر يتباع. طبعا العرض هنا لازم يجب التنويه ان العرض هنا بيجي مش لسعادتك بس، بيجي لحضرتك ولكل مالكين الكروت. فاول حد بيوافق على العرض هو اول حد بينفذه. فانت لو اتأخرت على العرض دقيقة، في الغالب بيكون حد تاني نفذه. نفس الكلام نيو اوفر. بعد كده نيو باك ريليزد، يعني في حد عمل 3 كروت جداد من الناس اللي انت واخد منهم الكروت، او ممكن مش منهم برضو، اللي انت قافل لهم مجموعات يعني. وبالتالي المفروض ان انت تخش تبص على المجموعات دي. بعد كده ادي اوفر، وبعد كده ده نيو باك كرييتد ونيو باك كرييتد. طب خلاص، احنا نخش بقى نشوف الديلي شيك ده شكله عامل ازاي، ونخش نشوف رفع الكروت. لو اتكينا على الديلي شيك كده فتحت المنصة، هيبتدي يحمل، يخش على الجزء الخاص بالديلي شيك. دخلنا على باك ديتيلز، وهنا انا مش عارف هو دخل ليه على باك ديتيلز. تقريبا انا ضغطت على نوتيفيكيشن غلط. هخش على ابص تاني النوتيفيكيشن من هنا اهي. نرجع بس الفيديو. الديلي شيك، فين النوتيفيكيشن بتاع الديلي شيك؟
اعتقد انها راحت، ممكن يكون عشان انا اتأخرت عشان اعمل الفيديو هي راحت. عموما انا ممكن ابقى اصورها لكم في وقت تاني. ده الهارفست. على الله نخش. ده الهارفست. هارفست زي ما قلنا ده معناه ايه؟ ده الحصاد. كلمة هارفست معناها حصاد. انا عندي 3 كروت اهمت في الحصاد. كل كارت من دول، كل ارتست من الناس دي انا قافل له مجموعة، فكل ما بيعمل مجموعة جديدة بيجي لي الايه؟ بيجي لي الكروت دي. فجاي لي الثلاث كروت دولت ببلاش. جاي لي ليتل فيليج، جايب لي الكارت ده من واحد اسمه ستيفانو. جاي لي الكارت ده قيمته 4 ريفز. وفي كارت تاني هنا من حد اسمه كروش، قيمته 31 ريفز. وهنا كارت تاني من روبي اسمه سبكتاكولار سانسيت، قيمته 2. فانا بقول له كليم للكروت دي كلها، دخلها عندي يعني في الكوليكشن بتاعي. تمام. طيب نخش دلوقتي نشوف الكروت بتتعمل ازاي. هنا هو خلاص الضوء اللي كان بيظهر لي على الكروت من بره من هنا كده ده اختفى. ما بقاش غير الايه؟ الضوء اللي هو التاني، اللي هو ده، التضوية دي. او التضوية دي معناها ان في مجموعة اكتملت، ومن حقي دلوقتي ان انا ايه؟ اخش اقفل على مجموعة اهو. اخش اقفل على الثلاث كروت بتوع الاخ ده. تمام. الاخ ده انا كنت عندي منه كارتين، وكان باقي الكارت التالت ده كارت رير. ودخلت خدته منه، عملت له صفقة برضو عشان اخده منه. واول ما وافق، هو اخ ايطالي، وباين ان هو يعني سبورت القضية الفلسطينية. فاول ما جبت منه الكارت، دلوقتي اقدر اقفل المجموعة. هو دلوقتي بيقفل المجموعة دي. بعد كده هو برضو اول ما يحط كارت هيجيلي منه، بيقول لي you now have 35% odds of harvest بتاع الكروت الكومن، و3% اوف الاودز بتاع الرير هارفست. يعني كل ما الراجل ده يعمل 100 كارت انا هاخد 3 كروت من الكروت بتاعته اللي هي الرير. وكل ما يعمل 100 كارت انا هاخد 35 او بما يعادلها طبعا ريفز من كل 100 كارت بتاعه. كده يعتبر انا زي ما يكون بستثمر عنده. كل ما ايه؟ ما الشخص ده بيعمل مجموعة جديدة. هنقول له continue done. المفروض دلوقتي ان انا هخش على ال create card. دي الطريقة. فاتح لي اهو. طبعا لو لسه ما عداش 24 ساعة من اخر مرة انت عملت فيها الكارت، هيدي لك هنا العداد بالتنازل. انما دلوقتي ينفع اختار من الفوتو جاليري. تمام. allow. وابتدي انا كنت منزل صور اعملها، انا اللي اعملها. طبعا اخد مثلا الصورة دي. تمام. وبعديها اخد الصورة دي، نفس البنت. اخد الصورة دي رير، اخدها رير. والصورة التالتة بتاعت نفس البنت هاخدها من الصورة دي، هاخدها كومن. تمام. وطبعا هنديها اسم، نسميها ايه؟ نسميها بيوتي اوف انديا. ونفس الاسم ده هناخده كوبي، ونسمي بيه الكارت التاني، ونسمي بيه الكارت التاني. لو عايز اعمل لكل كارت اسم هنا برضه نفس القصة، مفيش اي مشكلة. اول ما يخلص هو رفع الكروت فوق هنا كده،
ايه هيديني اسمي المجموعة. بنستنى عليه شوية بيحمل. تمام، هيقول لي كرييت، اروح مديله نفس الاسم بالنسبة للمجموعة واقول له كرييت. هيقول لك هنا هل انت بتقر ان الكروت دي على المنصة تتعامل حسب سياسة الاستخدام اللي في المنصة، وفي نفس الوقت انها مفيهاش اي حاجة مش مناسبة او فيها محتوى جنسي، وانها الكروت دي كلها كروت طبعا انا اللي عاملها وهتنزل على البلوك تشين، فبالتالي ما ينفعش تبقى مسروقة او متاخدة من حد. فانا بقول له اوثورايز، توكيل يعني. طبعا الكارت اليونيك بينزل منه نسخة واحدة، الكارت الرير بينزل منه 5، وهنا الكارت الكومن بينزل منه 10. تمام. واروح رايح دولت الناس اللي هم عندي اللي هياخدوا نسخ من الكروت دي، هيجيلهم نسخ من الكروت دي اول ما انا اتك كرييت كده. هو بيعمل لي المجموعة بس كده. تمام. لو عندي طبعا سوشيال ميديا بشيرها كده. لغاية هنا هنقف، والمرة الجاية بإذن الله هعلمكم طريقة عمل الكروت دي ازاي. شكرا، سلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة مع الفيديو الثالث، وانا مش عارف هو طلعني ليه، بس هو في حاجة حصلت تقريبا تهنيجة في الموقع، وفرصة بقى ان احنا نخش نشوف زي الايقونات كلها بتاعة الموقع، ناخد لفة كده في قلب الموقع مع بعض. طيب allow notification، نسمح له ان هو يعمل notification. دي النوتيفيكيشن اللي بتيجي بتبان من هنا. في حد عامل عرض اهو، العروض هنا بتقدر تشوفها وتقدر تتحكم فيها. ده عرض اهوت، هي ب3، هو عارض 2 ريفلز، بتقول له accept. الصورة دي او الكارت ده انا قافل عليه في مجموعة، فانا طبعا مش هفتح عليه، مش هرضى افتح عليه، فالعرض ده كده مش هيناسبني. معظم العروض اللي بتجيلي بريفز بتبقى عروض لحد قافل لمجموعات انا قافل عليه، عشان كده مش بقدر. ده عرض اهو تتقبل، حد قبله فوق، كون ان في حد بالكتابة بالازرق ده يبقى في حد سبقك وقبل العرض. طيب هنشوف واجهة البرنامج. الحتة دي عدد المجموعات اللي سواء اللي انت قافلها، لو جيت بصيت عليها كده 134 مجموعة انا اللي قافلها، و89 مجموعة مقفولة لي من الكروت بتاعتي. ده هنا الرصيد، لو دخلنا في الخانة دي هيديلك ده البالانس، سواء بالريفز او بالدولار. قلنا ان 49 ريفز بتساوي $1 تقريبا. ده هنا المحفظة، دي هنا المحفظة. لو حبيت تربط محفظة NFT تراست والت او ميتا ماسك، اي محفظة بتشيل NFT ممكن تربط عليها العروض، تربط عليها البرنامج. لو انا عايز ادخل كروت معينة في المحفظة، بعلم على كارت مثلا. لو عايز احط ال3 كروت الاخارة دولت، اقول له تك على برينج اون شين، هيدخلهم لي الكروت دي، هيدخلهم لي على رابط المحفظة اللي انا حاطه. دي محفظة تراست والت، هنفتحها في مرة ونعرف ازاي نجيب الرابط. ده نوتيفيكيشن عمالة تيجي. انا كنت حالا على المنصة ما كانش فيه النشاط ده. بيقول لي ان الكروت بتاعك دلوقتي على البلوك تشين.
تمام زي الفل. دي كده الواجهة الرئيسية للبرنامج. ده الفيد اللي هو الفيد بتاعك او الاخبار زي الفيس كده، الفيد بتاع الفيس. سكرولينج ده الترندنج، الحاجات اللي هي الترندنج دلوقتي اللي عاملة ارتفاعات كويسة. يعني ده كارت اهو لسه معمول ب401 طبعا. ده كارت برضو لسه معمول ب64، كارت لسه معمول ب180، كارت معمول 31. طب هتقولي ايه اللي بيفرق كارت عن كارت؟ على قد مساحة الارت اللي جوه العمل. يعني لو بصينا على الكارت ده هنشوف فيه تفاصيل كتير جدا، هنشوف فيه فكرة، هنشوف فيه ظلال، هتلاقي فيه توزيع إضاءة، هتلاقي فيه في ألوان، في لوحة فنية كاملة. طبعا ده عمل يعني جيد، عمل جيد جدا. طبعا في ناس بترسم هنا بالمية وفي ناس بترسم ديجيتال ارت فالعمل الجيد طبعا هتلاقيه بيتقدر. طبعا اللي فوق ده مثلا هتقول طب ده ايه؟ دي موديلز، دي واحدة موديل ليها جمهور، بتحط صورها، بتوثق حياتها، ليها جمهور وليها الناس بتوعها اللي بيجروا وراها وبيجمعوا الكروت بتاعتها. يعني الكارت لسه نازل اهوت، و27 لايك وكومنت وتمن، وغير انها معاها كام اصلا. يعني شوف كمية اللي معاها 226 ألف ريفز، رقم خزعبلي يعني. طبعا في ناس معاها ملايين يعني، مش بس يعني برضو. دي برضو موديل اهي، دي موديل. ده حد بيرسم على الورق بقلم رصاص. طيب لو دخلنا على الاكسبلور او الاستكشاف، كنا دخلنا وقلنا مرة هنشوف دولت الناس اللي هم عملوا احسن اداء في ال7 ايام اللي فاتوا. دي الناس دي اهي. هنا الفيتشرد دولت الناس اللي هو بيرشحهم لك، والترندنج اللي هم برضو ترندنج كرييتور. غير اللي فوق، المجموعة اللي فوق ده الكارتس. لو دخلنا في القائمة دي ترندنج كارتس، أعلى كروت محققة قيمة الفترة اللي فاتت، علت في فترة قصيرة جدا. دي كروت كلها علت في آخر 7 أيام بمعدلات كبيرة، ودي مجموعات كلها متقفلة اهي. لكرييتورز، صانعين، وتقريبا يعني المجموعات دي ترندنج، ناس كتير داخلة عليهم بيشتروا ويبيعوا فيهم. طبعا شايفين الألوان وشايفين التكوين شكله عامل ازاي. طيب بالنسبة للريفل اب، دي حاجة كده معمولة في المنصة، حاجة فور فن كده، ان انت ممكن تخش باتل او معركة بالكارت بتاعك. طبعا هتخش معركة بالكارت بتاعك، يا تكسبه يا تخسره، يعني هتكسب كارت تاني يا تخسره. هنشوف كده، نقول له ريفل اب. دي الكروت بتاعتي، هيبتدي يعرضها لك، يقول لك انت عايز تباتل، عايز تخش المعركة بأنهي كارت. فبنلاقي كارت كده يكون عليه القرايات دي تكون كبيرة شوية. مثلا هنخش باتل بالكارت ده، حلو. هيقول لك انت يا هتكسبه يا هتخسره. بيدور لنا دلوقتي على حد، لقى حد اهو، هنقول له باتل. طبعا غالبا انا كده يو لوز، انت خسرت طبعا، عشان الكومنتس هنا 9 والكومنتس هنا 3. الفاليو بتاع الكارد هنا اكبر من الفاليو تقريبا. الكوليكتور نفس العدد والليفل نفس العدد. ف خسرنا الكارت، راح الكارت منه، رجع ليه.
طبعا انا مش هلعب تاني، هطلع وبس. دي كان فور ديمونستريشن عشان ال ان احنا نشوف مع بعض وكده. بالنسبة للتريد دي هنا بقى تقدر تقدم عروض لأي حد. دي العروض اللي بتجيلك ودي العروض اللي انت بتعملها. طبعا معظم العروض دي عروض الديلي شيك كلها انا ما عملتش حاجة، او في عروض مجموعات بكملها عشان اقفلها يعني. نقابلكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي. نشوف كده نقدر نعمل كروت ازاي، مجموعة جديدة بالذكاء الصناعي، واعرفكم يعني البرنامج اللي انا بستخدمه. السلام عليكم.